بتعرف فؤاد، من لحظة ما قالت لي السكرتيرة انه في شاب بده يشوفك وما بده يقول اسمه، عرفت انه انت. توقعت. واللحظة اللي حضنتني فيها حسيت انه كتير مشتاق لك. ما مشتاق لك إلك، ها؟ مشتاق لفؤاد أخي. كمان في لحظة حلوة مرت كتير، حسيت إني مسامحك عن كل شي عملته. بس من لما قعدت على الكرسي وبلشت تحكي لي عن الوالد وعن رغبتك بإنك تنقله من بيته من الشام وتجيبه لهون، حسيت إنه جيتك لعندي لمصلحة، ما مشان تصالحني. ما توقعت أبدا إنه يكون عندك الجرأة أو الوقاحة. وقحت إنك تطلب مني وقف جنبك أدعمك بفكرة بيع بيت العيلة. إذا شايف إنه عم الفكرة بحكي. شرف. كنت رح صدق حرصك على أبوك لو رجعت له المصاري اللي أخذتهم منه قبل 10 سنين لحتى تفتح شركة النقل تبعك، أو حتى لو رجعت له حق الأرض اللي وعدته فيها. كنت احترمتك كتير لو طلبت تقعد مع أخواتك وتعتذر منهم وتعترف بأنك أنت استوليت وتسلبطت على شقة عمره لأبوك لحتى تعمل رجل أعمال فاشل. لما شفتك قاعد برا أنا قلت يمكن محتاج مصاري، قلت أكيد صار معه شي بالشام، شغله واقف وجاي لهون على بيروت بده ياني واقف جنبه وساعده بفتح شغل جديد. انت وقاعد عم تحكي على ابوك كل شي خطر على بالي، بس انه يخطر على بالي انك عم تفكر او عم تحلم بانك تبيع بيت العيلة، هذا ما خطر على بالي ابدا. بكفيك انت السبب بموت امك الله يرحمها، فما في داعي تعذبها وهي بيابرة. صار في أحكي بالنسبة للمصاري اللي أخذتها من الوالد، بالنسبة لحق قطعة الأرض، بعتقد إنه بالسنوات اللي مرت رجعتهم، مو كاش بس رجعتهم. طبعا حضرتك كنت عايش هون ومو دريان بشي، ما بتعرف إنه مصروف البيت ودراسة إخواتك بالجامعة ومصروفك الشخصي أنت بالذات كان على حسابي. إيه، فيك تضحك وفيك تقلي بعد شوي إنه الزيارة انتهت، فيك ترفض الموضوع، فيك توافق عليه، وفيك تقلي إنك واحد أناني نصاب حرامي. طبعا وأنا حمرق لك إياها مثل أول وآخر كف أكلته بحياتي، ورح مرق لك هالمونولوج العريض اللي فقعتني إياه وأعمل حالي إني ما سمعته. بس ورحمة أمي وأمك يا سامي بيك، إذا مرة تانية بسمعك عم تقول إني كنت السبب بموتها لسانك بدي أقطعه. اطلع لبرا، اطلع.